فلا تأخذ حلول غيرك الخاصة حلولا قطعية لك، لأنها قد تغرق. وليس معنى ذلك ألا تستشير غيرك، ومن هو أكثر منك خبرة، فلا خاب من استشار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مع الحلقة السابعة من سلسلة قصة وعبرة الموجودة هنا على القناة، وحلقتنا النهاردة هتكون بعنوان الثعلب والجمل. سأل الثعلب جملا واقفا على الضفة الأخرى من النهر: إلى أين يصل عمق هذا النهر؟ فأجابه الجمل: إلى الركبة. فقفز الثعلب في النهر وإذ بالماء يغطيه، وهو يسعى جاهدا إلى أن يخرج رأسه من الماء بجهد وعناء، وما إن استطاع أن يقف على صخرة في النهر، فإذ يصرخ على الجمل حتى صرخ في وجه الجمل قائلا: ألم تقل إن الماء يصل إلى الركبة؟ قال: نعم، الماء يصل إلى ركبتي أنا. والعبرة من القصة ديت إنك عشان تستشير غيرك فهو هيجيبك على حسب تجاربه هو، وليست تجاربك أنت، وحسب تجاربه التي نفعته هو. وكثيرا ما تكون حلوله مناسبة له هو فقط، وقد لا تناسبك أنت. فلا تأخذ حلول غيرك الخاصة حلولا قطعية لك، لأنها قد تغرق. وليس معنى ذلك ألا تستشير غيرك، ومن هو أكثر منك خبرة، فلا خاب من استشار. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة بعبرة مهمة جدا، وهي الاستشارة. وإن الاستشارة مش بس بتكون مفيدة في كل الأحوال، لكن ممكن تكون مهلكة ليك في بعض الأحيان، وممكن حتى تغرقك زي ما غرقت الثعلب قصة النهاردة. أشوفكم في القصص الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.